مساء النور، مساء الأنوار، مساء الفل والورد والياسمين. على خاطر الأخت ولا البنوتة اللي معايا في القناة قالت لي بجاه ربي بجاه ربي بجاه ربي يحكي باللهجة التونسية. عزك يا جاه ربي. إن شاء الله في وسط الفيديو تنجاوبكم على السؤال اللي تكرر: علاش ما نحكيش باللهجة التونسية؟ أنا مستعارة من بلادي، أنا نتشبه بالمصريات. يلا لا علينا، خلينا ندخلوا في المشتريات هذوما اللي عندهم ممكن أكثر من 4 أيام وهما في بيت النوم، باش ما تولي الزحمة عندي في الكوجينة. حطيتهم في بيت النوم، وكنت صراحة نستنى في حاجة باش نكمل لكم التصوير متاع الفيديو اللي هو مشتريات المطبخ. أما الصراحة لتو ما وصلتني هالحاجة، ممكن غدوة ولا بعد غدوة ولا بعد نهارين. فقلت مش مشكلة، أنا نعمل لكم الفيديو كي تجيني الحاجة الأخرى تنوري نهبطها مع مقطع آخر ولا مع فيديو آخر. المهم، أول حاجة طبعا وديما هذه ما تتقطعش من الكوجينة اللي هو سائل المواعين. جبت هذيك المنديلة اللي باش نستعملها للمعون، نخليه يتسكتر عليه. وهذه متاع الزيت لأني أنا الزيت اللي عندي صغيرة، هذه ما شاء الله تاخذ 750 ملي. وجبت هذم القوالب السيليكون ولا سيليكون. صراحة أول مرة نجيبهم، أنا مانيش من عشاق الحلويات بس هكا نجرب على رأس العام نجرب. هذه حكاكة متاع الدوش، جبت واحدة. شنو آخر؟ هذا متاع الميك اب، شو اسمها، سبونجة ولا شو اسمها. جبت هذا متاع القهوة على خاطر أنا اللي عندي فيه ألوان، وبدا الألوان اللي فيه تفسخ ولا المهم وليت ما نحبش نشرب فيه. جبت القالب هذا زاد عجبني، صغرون، بما اني انا كنت طيب حاجه حلوه طيب حاجه صغيره يعني، ما نحبش كميه لان حرام تتلوح. انا مخرجه الدجاج كان شفتوه هكا في الحوض باش نطيبوا بيه الستريبس بعد، هو مع الفيديو هذا اصلا. المهم جبت هذه زاد البالة والمصلحه الصغرونه اللي عندي تكسرت. جبت حشيكم هذه زادة بتاع تواليت، انا عندي 2 تواليتات هذه، وقلت نحطها في التواليت بتاع الضيوف. انا البلاستيكات في الدار ما عنديش جملة جملة جملة، فجبت وما لقيتش الالوان يعني طول شباب، ما جابتش الوان اكحل ولا ابيض، فماش ما فما كان الالوان الغامقة. هاكا قلت هذو محلوين الالوان 6 كل 3 من لون. وجبت زادا هما هذوك حجمهم وسط وهذوم كبار، هذو ممكن للعجين مثلا مش نفوح دجاج ولا لحم ويبات لي ليلة في الفريجدير. هاكا اوكي، هو بلاستيك مش صحي، تحطي فيه حاجة سخونة من حاجة يعني سلايط وحاجات كما هكا عادي. فربي سهل هاكا وجبتهم البلاستيكات. شوفوا انا مشكلتي في شو اسمه محككات المعون. شوفوا هاتش من واحدة جربت اللي في دي هذه، وجربت هذه، وجربت من هذوما، فما حتى واحدة فيهم باهية، فقلت نجرب من هذه النوعية. هذه هي كما النوعية متاع المصريين، ما هي ايش مصرية يعني مكتوب عليها مصنوعة في الشيء. جبت مقرونة، جبت زيت، قضية للدار هذوما. نسكافيه هذه صراحة ما يشبه حتى طرف، كنا نرجع واحدة منها. وجبت هذوما اللي فرويسيك، هذوما ما فيهمش ملح، هذوما ممكن نرحيهم ونخليهم للجاتو، وديما القلوب يتبع. المهم هاو الدجاج عندنا امس البارح في الليل جبته ما غسلتوش، حطيته في الكونجيلاتور على طول. عاد هكا توا باش نحط له يعني القارص ونحط له الملح، والمره الثانيه نحط له كان الفارينة. وليت نغسله مرتين كهو، لان كل ما تغسليه برشا كل ما ريحته تقوى. المهم خلي عاد توي كان نغسل المعون اللي شريته ونجاوبكم علاش تتشبهي بالمصريين وعلاش تغي تحكي باللهجة. اولا انا مانيش نحكي باللهجة المصرية، جاب اللهجة العمانية اللهجة المصرية فرق بعيد كبير، انا نحكي باللهجة العمانية. تاني حاجة انا منشبه بحتى حد،
أنا رئيسة جمهورية نفسي، ولا نحب حد يتشبه فيا، لاني قناة كبيرة باش نحب حد يتشبه بيا ولا أنا نتشبه بحد. جيست الحكاية وما فيها أنه شوفوا أنا باش نلخص لكم، باش ما ندخلش في حكايات أنا أصلا نحب ننساها. قبل رمضان اللي فات، رمضان هذا 2022، أنا صارت حاجة في حياتي اللي خلتني دبرمت، دخلت في حالة نفسية تحت صفر بمراحل، حتى إني عزلت روحي، لا خدمة، سكرت على روحي أكثر من شهر. أوكي، أنا الحمد لله ما نخدمش تحت الناس، أنا نخدم حرة. فجأت الفكرة من صحابي أنهم يخرجوني من الحالة اللي أنا فيها. تنجميش تنسي وانت مسكر على روحك، عازلة روحك، ما تحكيش مع حتى حد. لا، بما أنهم هما يسكنوا بعاد عليا، نتقابلوا مرة في 3 أشهر، وأنا ديما نحكي في فيديوهاتي اللي صاحبتي هم نساء كبار في العمر، أنا نعتبرهم أماتي، هم يعتبروني بنتهم. جات منهم الفكرة أني علاش ما ندخلش للسوشيال ميديا، هم ما جابوش فكرة اليوتيوب جملة، دخلي للتيك توك، دخلي ما نعرفش لشنية تيك توك ولا الانستغرام، هو الجوي جملة وما نتبعهم جملة. مهم كي هما نصحوني فقلت علاش ليه أنا ما ندخلش لليوتيوب، شان يوتيوب، ومانيش حاملة منها راس مال. ميها وكم مرة في الجمعة نهبط فيديو، مرة في جمعتين هكاك. والله حتى أول فيديو هبطت على القناة فيديو معجون شو اسمه التفاح. صدقوني ما كنتش بتصور، نهارتها صاحبتي جات وجابت لي الرينج لايت وحطت التليفون وهي اللي فتحت لي الشام، قالت لي ابدي صوري. ما بشرت واحد ما تحكيش باللهجة التونسية، احنا ما نفهموهاش. هذه هي قصة علاش ما نحكيش باللهجة التونسية. هكاها وكملت غسلت المعون وانا نحكي لكم على موضوع اللهجة التونسية، لخاطر والله سبحان الله الناس ما تحكم على الكتاب من العنوان. لا، مانيش انا مستعارة من بلادي، مانيش نكره اللهجة التونسية، بالعكس انا اصلا عندي صاحبات توانسة جملة، ما نحكيش بالتونسي جملة، صاحباتي يا فلبينيات يا سودانيات يا عمانيات مصريات اندونيسيات زنجباريات، تونسي ما نحكيش جملة. فبالعكس انا نحب نتكلم بالتونسي في القناة. هذه هي حكاية اللهجة التونسية في القناة. كهو البنات هاو كملت غسلت المعون، جبت الدجاج حطيتها في البول بلاستيك هذه، وباش نحط له القارصة هوا، وباش نحط له شوية ملح، جيست الملح يعاونوا باش الثلج يذوب يخرج الدم اللي فيه. هاوك المعون حطيته يتصفى. لهنا انا نصور بعد الظهر، ممكن مدي ساعة ولا مدي ساعتين هكاك. نجيو على بعد ما غسلته وصفيته وحطيته في الصفاية، مش نعمل ستريبس تشيكن كنتاكي. هاوكا وريتكم الكبر متاع قطعة الدجاج، تكون وسط، لا تكون خشينة ولا تكون رقيقة، يعني في ساعة ما تتحرق لكم في الزيت. صراحة كمية جاتني دخت، والله العظيم دخت من القليان في الزيت، راسي دار كمية كبيرة يعني العين تاكل قبل الفم. ولا نقص ونقول ياسر ونقول لا مش ياسر، يعني نغني ونرد على جناحي في الاخر. شوفوا الكمية انتم، عملت شوفوا هو راهو الكنتاكي عمره ما كان يتعمل في الفور ولا في الكوشة يعني. انا قلت يلا خليني نجرب، لربما واحدة من الامهات تتفرج عليا وتحب حاجة صحية من غير زيت، تشوفوا النتيجة في الاخر كيفاش طلعت لي. المهم لو كان هو يجي في الفور، كانوا الرستورانات كنتاكي كانوا يعملوه في الفور، ما يجيش ابدا. تشوفوا النتيجة في الاخر تصدمت انا والله. الحمد لله اني عملت كمية صغيرة اللي في الفور، جيست حبيت نجرب لا اكثر ولا اقل. شوفوا هو الستريبس اول مرة نعمله، كنتاكي ديما نعملوه. شنية الفرق؟ الفرق هذا صدر الدجاج، الثاني دجاج عادي يعني فخوذة وجناحات، اما الصدر الدجاج اول مرة نعمله. بصراحة ندمت اللي ما
ما عادش مستحيل نعمل دجاج كامل. المهم جبت لهنا هذا البن البنات. لو ما عندكش البن جيب حليب وعصر عليه قارص وخليه 10 دقائق حتى يوليلك البن. جبت زوز البن صبيته مع الدجاج، حطيت عظمه ومش نحط مغرفه كبيره ثوم اللي فرزته معكم في القناه. لو كان تحبوا انتم المواد السائله تخلطوها مع بعضها مع الفارينه والنشا يكون احسن، على خاطر تعرفوا صدر الدجاج يكون سنسيبل شوي. لفاحات حطيت زنجبيل مطحون، ملح، فلفل اسود، هذاك شو اسمه الحكه اللي ديما انا نحط منها الكليل والزعتر ونعناع شايح ومرحيين، وفلفل احمر هذاك حار، ورشة كمون، مش برش، تعرف كمون يمرر، فرشة هذه رش الكمون. هذه هي البهارات اللفاحات. شو نحط عليهم بطبيعة؟ فارينة، استنوا مغرفة 2 3 3 ونص، حطيت مغرفة كبيرة نشاء، كل 3 مغارف فارينة ومغرفة نشاء. خلطوهم كما قلت لكم، ماذا بكم تخلطوهم البن والفارينة ونشاء، تخلطوهم مع بعضهم، بعد تصبوهم مع الدجاج. اما هم ما تكتلش، هاكم تشوفوا هاكم تشوفوا يعني تحلوا ما صار حتى شيء، ما تكتلش. ما كما قلت لكم الصدور ما هي سنسيبل، هذا بيكم تحلوهم في وحدهم بعد تصبوهم على الدجاج. توا انا باش نغطيها ونحطها في الفريجدير. انا راني ما خليتهاش برشا، ساعة ولا اقل من ساعة، خاطر هذه مش دجاج كامل يعني فخذ باش يدخل لفاحات وتشرب، لا هذا صدر يعني في سم يشرب لفاحات. باش نغطيه مليح مليح وندخله الفريجدير ونكملوا بقية الوصفة. او كان عندي برشا ما طلعتش بوجهي في القناة، انا نطلع بوجهي في القناة عادي. مي هكا ساعات واحد تكالك من روح واصل والله كنا نبدا كان يبدا والله ما عينيش احيانا في التصوير جمله، مي هكا نقول باش نهبط فيديو في القناه كنوع من انواع التحرك باش نتحرك في الدار. المهم جبت البلاستيك واحده اخرى باش نحط فيها 13 مغرفه فارينه، تحسبوهم تلقاهم لا مش 13 14 عملت لي كميه الدجاج هذيك الكل الحمد لله كملت لي. حطيت 14 مغرفة مليانين فارينة، مش نحط عليهم تقريبا 5 ولا نسيت 2 3 4 5 14 مغرفة فارينة، 5 مغارف نشاء ضروري راهو في الكنتاكي، هو اللي يعطي القرمشة وكل كافر القوي. كيف نفس لفاحات اللي حطيتهم في الدجاج، ملح وزنجبيل مطحون وفلفل. اما شنية انا في كيف فوحت الدجاج نسيت ما حطيتش الكركم، لهنا مش نتذكر زاده في الاخر ونحط شوي، يعني حسيت لون الفرينه ما عجبنيش يا اخي، قلت يلا نحط شويه كركم. هكا على الاقل لقيت فاش نخلط ولا نبدا كي مشكله اللي انا ما نخرجش ديما، يعني ما نحبش البلايص اللي فيهم زحمه يكونوا يعني ناس فوق بعضهم. الحمد لله نهار اللي مشيت فارغ، والله حبيت نصور نحبش نشد تليفون في اماكن، يعني نحبش. انا اصلا مانيش من النوع اللي نحب نتصور وشدان التليفون، ولا لو كان ما ثمش رينج لايت ولا الستاند والله مستحيل نشد التليفون فيديو، ولا مستحيل نخمم باش نحل قناه. الحمد لله اللي فما ستاندات ورينج لايت.
والله ان شاء الله نتفكر مرة نصور لكم ستاند صاحبتي جابتهولي، والله يقتل بالضحك. المهم نصها مش نعملها للشريطة والنص الاخر نعملها شكل لشعري. هي مرا كبيرة في العمر ما تفهمش يا اخي، قالت لي انتي تصوري تو نجيبلك. كي سألتهم ماما العمال لهنا اغلبيتهم هنود وباكستانيين، كي يشوفوا حد مش فاهم يضحكوا عليه، عطاها واحد الله عزيز نصوره لكم كان ذكرت. هذا هو شكل الدجاجة. هو بعد ما ندخلوه، بعد ما نحطوه في الفرينة والنشا، وتحاولوا هكا تنزلوا بيديكم باش هذاك الكفر البراني يكون لاصق بالكدا. نحضر انا في هذوما باش على طول وقت الفرن الكوشة، الفرن حالتها انا تسخن وجيستن باش نحطهم في الطبق حتى عليه ورق زبدة وباش ندخلوا للفور. ما اقولكش تتصدموا من النتيجة اللي في الفور. يلا هيك تجربة وطلعت فاشلة. لا لا مش فاشلة، خليكم تستكشفوا مع وحدكم. المهم انا وقت اللي يعني انا واقفة على الغاز نكلي وهذا، نظفت الكوجينة وغسلت معوني. مهم كي طلعت ما خليت حتى شيء وراي، هذا كله غسلته. انا من النوع اللي كي نبدا نطيب ما نحبش مغرفه ومسخه في الكوجينه، حتى لان نحرك بها كل شوي وانا نغسلها ونرجعها. بس انا مريضه. هكا هو تويكم باش نجيب هاو طبق متاع الفور هاو حطيت فيه ورق الزبده، ومش مش نحطهم هكا نرصهم. شوفوا هما راهو طلعوا مش متساويين على خاطر صدور الدجاج واحدة كبيرة واحدة صغيرة. فانت اذا المناسبة عيد ميلاد ولا الضيوف ولا حاجة حاولي انك تستوي. اذا وحدك راسك راس راجلك حطيهم هكاك. وشوفوا البنات راهو ملي تبدو شفتوا الكمية انا هذه كلها، يعني هذا برك انا دخلته للفور. الكمية اللي باقية الكل انا يعني في الزيت قليتهم في الزيت. راهو ما تنقصوش على الزيت جملة. مش تقولوا الكمية ديك الكل ما نقصتيش في الزيت ولا ما نقصتها في الزيت جملة. اذا تنقصوا في الزيت راهو تطلع لكم قطعة الدجاج شاربة زيت، ممكن حتى كانت تمسوها على المصريين تبوظ. ولا ما تنقصوش جملة. كنتاكي يحب نار قوية ويحب زيت سخون. جبت هذه تبوزة بتاع برفان صغيرة، هي لما حال انا ملي شريتها ما استعملتهاش لا برفان لا حتى شيء. كنت حاطه فيها ماء وكنت نستعملها للخبز كي يخرج من الفور نرشه ونغطيه باش يقعد طري. فحطيت فيها زيت زيتون ورشيت هكا. رشيت كما رشيت ان شاء الله تشوفوها هكا. هو هذا حضر باش ندخلو للفور، ولهنا هو قاعدة نقلي في الكعيبات. شوفك المنظر ولا وحده في الزيت ويطلع. قلت لكم ما تنقصوش الغاز والله ما يطلع شارب حتى نقطة زيت. وها هي النتيجة تشوفوا كيف. والله اللون مظلوم في الكاميرا غامق شوية، ما هو حتى هيك حلو. كنغني ونرد على جناحي. والله يهبل يهبل وريحة الكليل والزعتر طالعة منه. أنا نحبكم تجربوه وتحكموا عليه. وها هو كيفاش. وشوفوا الكافر كيفاش متماسك، حتى كي تضربيه بالقوي في قطعتين هكا ما يتيحش الكافر. بسم الله ما شاء الله. لأن الزيت سخون ما يطلعش دم هكا. تشوفوا في الكعبة وشوفوا الكافر وطايبة من داخل في حقها. وغمضوا عينيكم باش تشوفوا اللي طاب في الفور. قسما بالله تقول ساقين متاع دجاجة محطوطة في الفور. تيب عادي هكا جيبي الاخر. اهلا وسهلا. والله نعرفش نحسها ساقين متاع دجاجة هرق حتى من الفرينة قاعدة. شفتوا البنات راهي تجربة فاشلة.
لا العزيز حتى نهبطهم الجاتو سليلوطة والدة حرام عليه نوكلها وفحات. هكا هو نكون وصلت معاكم لاخر الفيديو. كان عجبكم الفيديو حطوا لي لايك كانك مش مشتركه اشتركي في القناه، حطوا لي كومنتير مزيان كيفكم، وجربوها قبل ما تعطوني رايكم ولا قبل ما تقولوا ان المنظر يشهي. جربوها واحكموا. وفي الامان وباي باي، ونشوفكم في فيديو جديد.